من خلال القصة ديال اليوم غادي ناخدو عبر بزاف. السيدة اللي عاودات قصتها في عمرها 54 عام كتقول: أنا البنت الكبيرة عند والديا، ومن ورايا 4 ديال خوتي، 2 بنات و2 ولاد. تولدت في العروبية، وناض الوالد حولنا للمدينة، وتاحت لي الفرصة أنني نقرأ، والحمد لله على هاد النعمة والفرصة اللي تعطاتني، حيت كون بقيت في العروبية ما كنتش غادي نقرأ. قريت وسهل عليا الله وخدمت، وكنت من صغري كنحس بالمسؤولية وهز الهم مع با وامي. كنت من صغري كنقرا ونجي للدار ونعاون امي ونقري خوتي، وفاش خدمت عمري فرحت بخلصتي. كنت دائما غير كنتخلص نجي نحطها في ايد با. رفضت الزواج وقلت عائلتي مازال محتاجيني، وبا خاصني نعاونو. بقيت من الخدمة للدار وهازة خوتي ومعاونة با وامي على الزمان. مرض با وجلس من الخدمة، وهو أصلا كان غير كيدير تبنيت مرة، وهزيت الحمل كله واخا كانت قاصحة عليا، مني المصروف مني الكرا وزيد. فاش مرض با اقترح عليا ناخد كريدي من البنكة ونشريو شي دار. شفت حتى عييت، وداك الشي اللي درت، شريت دار ودرت لبا تحتها محل ديال المواد الغذائية. جلس قابلو وبقيت انا كنخلص الكريدي ومعاونه با على المصروف، واخا كان هذاك الحانوت. كبروا خوتي وخواتاتي تزوجوا، توفى با، جلس خويا في المحل وبقيت انا هي الراجل ديال الدار، كل شي كيديروه بشواري. كنت انا كنخلص الكريدي، واخا الدار من الاول كنت كاتباها لبا، حيت كنت كنقول بحالي بحال با. وكان هذا غلط من بين الاغلاط اللي درت. وقفت مع خوتي وخواتاتي، كبرتهم، زوجت خواتاتي البنات وحتى الدراري، وكنت في اي فرح او قرح كنت كنكون انا اللي واقفه على كل شيء. الكلمه كلمتي والشوار شواري، حيت كنت كنعتبر راسي اب وام، وكنت كنديرهم كل شيء بالنسبه ليا. توفات امي وكانت هاد الدقه قاصحه عليا، واخا خوتي، ولكن حاولت نخلي الشمل مجموع ديال الخوت، وكنت مقابله الخدمه والدار وعيالات خوتي وولاد خوتي، واي مشكل كنت كندخل بحال امهم. المهم عندي هو ما نخليش المشاكل في الدار. ولكن مع الوقت ولاو خوتي كيردوني انا اللي ما مزياناش وباغا نتحكم فيهم، واخا انا هذاك الشيء اللي كنت كندير غير حيت كنت كنبغيهم، وكنت كندخل في امورهم حيت كنت كنبغيهم، وحيت كنت كنعتبرهم بحال ولادي اللي ما ولدتش. ولكن هاد الشيء جبد ليا غير المشاكل مع خوتي ومع عيالات خوتي، وعيالاتهم ولاو كيحرشوهم عليا، ولاو كل مره كيبقاو يعمروا ليهم في ريوسهم ويعمروا ليهم ريوسهم ضدي انا اختهم اللي ضحيت وما خليت ما درت عليهم. هزيت الكريدي على هذيك الدار، وفي الاخر خرجوني منها وقالوا لي هذيك دار بانا. ضحيت بحياتي وبقيت لا زواج لا فلوس لا دار ولا ولاد، باش هما يكبروا ويدوروا مستقبلهم وفي الاخر يجريو عليا. في القانون عندي حقي في الدار، ولكن ماشي بحالهم، هما دراري. في اخر ايامي ومن بعد هاد التضحيات كلها، وليت الدار اللي دايراها بعرق كتافي وبرزقي كان سال فيها، ولكن واخا عندي نصيبي فيها ما بقيتش قادة نسكن معاهم، حيت عيالات خوتي كينوضوا معايا المشاكل وكيخيبوا صورتي قدام خوتي. عييت وليت باغا غير نرتاح في راسي،
ونتصنت لعظامي. خرجت كريت وبديت حياتي من الأول. تعرفت على واحد الراجل ولادو كبار وميت عليه المرأة، بغاني الحلال. في الأول رفضت، ولكن من بعد قبلت، حيت عرفت باللي حتى أنا خاصني راجل يكون في جنبي ويكون في ظهري ويكون سندي وشخص اللي نكمل معاه حياتي. عارفة واخا فاتني الحال على الدراري وعمري نفرح أو نسمع كلمة ماما، ولكن الحمد لله ربي عوضني خير بهذا الراجل. همه هو يفرحني، والحمد لله ربي عوضني به وولاده اللي كنعتبرهم بحال ولادي، واخا كبار ولكن كيحترموني بزاف. لقيت معاهم دفء العائلة اللي ما لقيتوش في خوتي اللي من لحمي ودمي. نصيحتي لكل وحدة ولكل واحد: دير مستقبلك وعاون عائلتك، ولكن دائما مصلحتك هي الأولى. عمرك تعطي بزاف وعمرك تضحي بشبابك وحياتك على ود شي حد، حيت إلا طحتي حتى واحد ما غادي يعقل عليك.